السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا ثالث محاضرة في الميكروبيولوجي كورس. المحاضرة دي هنتكلم على تاكسونومي اند باينوميال نيمونكليتشر. هنتكلم على علم التصنيف والتسمية العلمية للكائنات الحية. طب أول حاجة عندنا يعني إيه تاكسونومي؟ تاكسونومي معناها ده علم التصنيف، ده فرع من علم الأحياء مهمته إنه يصنف الكائنات الحية، يعني بيشوف الصفات المشتركة بين الكائنات الحية ويخلي مثلا كل مجموعة متشابهة مع بعضها. ده علم التصنيف اللي هو التاكسونومي. يبقى التاكسونومي is a branch of biology that deals with classifying living organisms. بنصنف الكائنات الحية based on their shared characteristics، على حسب الصفات المشتركة بينها وبين بعضها. ده ايه؟ ده علم التاكسونومي. طب علم التاكسونومي عندنا في بعض العلماء ساهموا فيه. اول واحد عندنا هو العالم كارل لينيوس. ايه اللي عمله كارل لينيوس؟ اول حاجه عملها كارل لينيوس انه صنف الكائنات الحيه into two kingdoms. قال كل الكائنات الحيه عندنا عباره عن two kingdoms، مملكتين بس. ايه هما؟ البلانتي والانيماليا، مملكه النباتات ومملكه الحيوانات. دي اول حاجه عملها العالم كارل لينيوس في القرن ال 18. يبقى في القرن ال 18 عندنا اول واحد هو كارل لينيوس. عمل ايه؟ قال ان كل الكائنات الحيه، عمل كلاسيفاي لأول ليفينج اورجانيزم into two kingdoms، مملكتين بس. بلانتيا اللي هي النباتات والانيماليا اللي هي مملكه الحيوانات. دي اول حاجه عملها العالم كارل لينيوس. تاني حاجه عملها حاجه اسمها باينوميال نيمنكليتشر. يعني ايه باينوميال نيمنكليتشر؟ من الاسم نفسه، باي يعني ثنائي، يعني اذا الاسم العلمي ده هيتكون من كلمتين، باي. طيب نوميال معناها نيم، يعني الاسم العلمي بيتكون من كلمتين. نيمنكليتشر هو السيستم اوف نيمينج، نظام التسميه. يبقى باي عندنا معناها ان الاسم العلمي ده هيتكون من كام اسم؟ من كم اسم؟ 2. طيب نوميال معناها نيم. نيمنكلتشر معناها سيستم اوف نيمينج. طيب انا عشان اكتب اي اسم علمي عندي لازم في بعض الشروط لازم اتبعها. ايه هي الرولز عشان اكتب ساينتفك نيم او عشان اعمل باينوميال نيمنكلتشر؟ اول حاجه عندنا، اول شرط، ان الاسم العلمي بيتكون من حاجتين، الجينس والسبيشيز. الجينس اللي هو الجنس والسبيشيز اللي هو النوع. ده كده اول حاجه عندي. ده مثال عندنا هومو سيبيا، يبقى صح، يبقى الاسم العلمي عندنا هيتكون من ايه؟ من كلمتين. طيب تاني حاجه، the first letter of genus capital. اول حرف من الجينس لازم اكتبه كابيتال، اللي هو الهومو سيبيان، ده الاسم العلمي للانسان. اول حرف من الجينس او كاتبه كابيتال. طيب the first letter of species small. اول حرف من السبيشيز بكتبه ايه؟ بكتبه سمول، صح، كاتبه سمول. طب اخر شرط عندي يا اما اكتب الكلمه ايتاليك، يعني الكلام الساينتفك نيم، يا اما اكتبه ايتاليك، او بدل ايتاليك احط ايه؟ احط اندرلاين. المثال عندنا هنا هومو سيبيان اهو. تعالوا نطبق الرولز اللي احنا قلناها. قلنا اول قاعده عندنا ان الساينتفك نيم، الباينوميال نيمنكلتشر، بتتكتب ازاي؟ اول حاجه عندنا بيتكون من حاجتين، الجينس والسبيشيز، صح، ادي اهو الجينس وادي اهو السبيشيز. طيب قلنا اول حرف من الجينس بيبقى ايه؟ بيبقى كابيتال. اول حرف من السبيشيز بيبقى سمول. طب يا اما هكتبه ايتاليك، بس طبعا ده صعب، يا اما احط ايه؟ احط اندرلاين، فاحط هنا ايه؟ اندرلاين تحت الاسم العلمي ده اللي هو الساينتفك نيم اوف هيومن هومو سيبيان. طب تاني مثال عندنا في الميكروبيولوجي، بكتيريا اسمها اشيريشيا كولاي. هكتبها ازاي؟ قلنا في رولز عشان اعمل باينوميال نيمنكليتشر، عشان اكتب ساينتفك نيم. اول حاجه بيتكون من حاجتين، ادي اشيريشيا ده اسم الجينس، كولاي ده اسم السبيشيز. طيب قلنا اول حرف من الجينس بيبقى ايه؟ بيبقى كابيتال، تمام. اول حرف من السبيشيز بيبقى ايه؟ بيبقى سمول. اخر رول عندنا نعمل ايه؟ نعمل اندرلاين او نكتبها ايه؟ او نكتبها ايتاليك. ده كده بالنسبه ايه؟ بالنسبه للباينوميال نيمنكليتشر. يبقى الباينوميال نيمنكليتشر هي التسميه العلميه للكائنات الحيه. الغرض منها اللي انا اخلي كل الكائنات الحيه حوالين العالم ليها اسم علمي واحد بس معترف بيه حوالين العالم كله. دي كده تاني حاجه عملها العالم كارل لينيوس، هي ايه؟ الباينوميال نيمنكليتشر والرولز بتاعتها. طيب تالت حاجه عملها العالم كارل لينيوس، عمل حاجه اسمها تاكسونوميك هايراركي، تاكسونوميك لادر، عمل السلم التصنيفي. طب قسمه لايه؟ قسمه ل 7 ليفلز، 7 ليفلات. ايه هم؟ كينجدوم المملكه، فايلم الشعبه، كلاس الطائفه، اوردر الرتبه، فاميلي اللي هي الفصيله، والجينس اللي هو النوع، والسبيشيز الجينس اللي هو الجنس، والسبيشيز اللي هو النوع. ده تالت حاجه عملها العالم كارل لينيوس. يبقى تالت حاجه عملها العالم كارل لينيوس اللي هو صنف، عمل السلم التصنيفي اللي بيبتدي من الكينجدم وبينتهي بالسبيشيز. طب ندي مثال عندنا على الهومو سيبيان اللي هو الهيومن. ندي مثال هنطبق السلم التصنيفي ده على الاسم العلمي الانسان. اول حاجه عندنا الهيومن من كينجدم انيماليا، من مملكه الحيوانات. طيب الفاينل بتاعنا اسمه كورديتا، دي الشعبه بتاعتنا. طب الطائفه بتاعتنا الكلاس اسمها ماماليا.
اللي هي الثدييات. طب الاوردر الرتبه بتاعتنا اسمها برايميتس. طب الفاميلي الفصيله بتاعتنا اسمها هومونيديا. هومونيديا. الجينس بتاعنا اهو اللي هو الهومو. واخر حاجه عندنا السبيشيز اللي هو النوع بتاعنا اللي هو السيبيان. دي تالت حاجه عملها العالم كارل لينيوس. عمل لادر، عمل سلم بيتكون من 7 حاجات اللي هو السلم التصنيفي. بيبتدي عندنا بالكينجدم المملكه وينتهي عندنا بالسبيشيز اللي هو النوع. دي اكبر حاجه. المثال عندنا الهومو سيبيان الهيومن. الهيومن من كينجدم ايه؟ المملكه بتاعته مملكه الانيماليا. الفايلم بتاعه شعبه ايه؟ شعبه كورداتا. طب الكلاس ماماليا اللي هي الثدييات. الاوردر الرتبه بتاعتنا برايميتس. الفاميلي الفصيله بتاعتنا اسمها هومونيديا. الجينس بتاعنا اللي هو الجنس الهومو. السبيشيز النوع بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه سيبيان. واحنا وقلنا هنا في الباينوميال نيمنكلتشر احنا بنلاقي ايه عشان نكتب اي اسم علمي؟ بنلاقي الاثنين دول الجينس والسبيشيز. ده كان بالنسبه لاول واحد عندنا هو مين؟ كارل لينيوس. يبقى كارل لينيوس قال لك كل الكائنات الحيه مقسمه لحاجتين، البلانتي والانيماليا. ده كده بالنسبه لكارل لينيوس في القرن ال 18. جه بعديه في القرن ال 19 العالم ارنست هيكل. ارنست هيكل صنف الكائنات الحيه الى 3 كينجدمز، 3 ممالك. زود مملكه، ايه هي؟ زود مملكه البروتيستا. قال ان فعلا زي ما قال كارل لينيوس احنا عندنا انيماليا وبلانتي، بس في برضه حاجه جديده اكتشفها اسمها البروتيستا. ايه هي البروتيستا؟ البروتيستا اللي هي عندنا الباراميسيوم والاميبا. ده امثله عليها. دي الكينجدم الجديده اللي اكتشفها مين؟ اللي اكتشفها ارنست هيكل. يبقى بدانا عندنا بكارل لينيوس قال كل الكائنات الحيه 2 كينجدم، مملكه البلانتي والانيماليا. جه بعديه العالم ارنست هيكل قال لا، وفي مملكه لسه مكتشفه جديده اسمها البروتيستا. ايه هي البروتيستا؟ هي عباره عن الباراميسيوم والمثال عليها الباراميسيوم والاميبا. طيب جه بعدهم العالم روبرت ويتاكر. روبرت ويتاكر سنه 1969 قال لك لا، الكائنات الحيه نقسمهم ل 5 كينجدمز، 5 ممالك. ايه هم ال5 ممالك؟ زود مملكتين على مين؟ على ارنست هيكل. قال عندنا الانيماليا والبلانتيا والبروتيستا. بس في برضه حاجه جديده، في عندنا الفانجي وفي المونيرا. المونيرا دي البدائيات اللي هي البكتيريا، هنقولها دلوقتي. طب ايه الامثله عندنا على الفانجي؟ الفانجي عندنا اللي هي اليست الخميره، والمولدز العفن. دي الكينجدم اللي ضافها عليهم. الكينجدم الرابع اللي هي الفانجي، قال ان في كينجدم كمان عندنا اسمها الفانجي. دي الامثله عليها اللي هي اليست الخميره والمولدز اللي هو العفن. وقال كمان في 5 كينجدم عندنا هي المونيرا. ايه هي المونيرا؟ المونيرا عندنا هي عباره عن البكتيريا والسيانوبكتيريا. ده مين اللي قالهم؟ ده روبرت ويتاكر. يبقى احنا ابتدينا عندنا بكارل لينيوس لما صنف كل الكائنات الحيه لحاجتين، بلانتي وانيماليا. جه بعد كده ارنست هيكل زود واحده اللي هي البروتيستا اللي هي امثله عليها الباراميسيوم والاميبا. جه بعدهم روبرت ويتاكر قال لك انا عندي 5 كينجدم، على الثلاثه القدام ضاف 2، ضاف الفانجي اللي هي امثله عندنا اليست والمولد اللي هو الخميره والمولدز اللي هو العفن، وضاف كمان كينجدم ثانيه اللي هي المونيرا اللي هي عباره عن البكتيريا والسيانو بكتيريا. يبقى البكتيريا ايه الكينجدم بتاعتها؟ اسمها ايه؟ اسمها مونيرا. ده مين؟ ده روبرت ويتاكر. نيجي عندنا الاخر واحد عندنا ساهم في علم التاكسونومي هو كارل روز. كارل روز سنه 1990 اكتشف نوع جديد من البكتيريا، هي شبه البكتيريا بس بتختلف عنها في حاجات، تختلف عنها في الاستراكشر بتاع السيل وول، تختلف عنها في حاجات كتير. طب ايه هي؟ اسمها الاركيا. الاركيا دي ميزتها انها بتقدر تعيش في الترا هاي تمبريتشر، في درجات حراره عاليه، بتقدر تتحمل الظروف القاسيه. ده مين اللي اكتشفها؟ اكتشفها كارل روز. مملكه او هنسميه دومين الاركيا. طيب فكارل روز عمل ايه؟ قال لا، انا مش هخليهم 5 كينجدم، انا هخليهم 3 دومينز، اخليهم 3 دومينز. طب هو اعتمد على ايه؟ اعتمد في 3 دومينز على حاجه اسمها الار ار ان اي، اللي هو الار ان اي الريبوزومي، اعتمد عليه وصنف الكائنات الحيه الى 3 دومينز. ايه هم ال 3 دومينز؟ ال 3 دومينز عندنا ايوكاريا، بكتيريا، والاركيا. دول ال 3 دومينز اللي قالهم. طب هو عمل ايه؟ قال لك الايوكاريا عندنا فيها 3 حاجات، فيها 4 حاجات. ايه الايوكاريا؟ عندنا الانيماليا
الدومين اللي هو بتاع اليوكاريا في الانيماليا وفي البلانتي وفي الفانجي وفي البروتيستا. ده ايه؟ ده الدومين بتاع الايوكاريا. طب الدومين بتاع البكتيريا في البكتيريا والسيانوبكتيريا. طب الدومين بتاع الاركيا في نوع جديد اللي هو اكتشفه الاركيا، اللي هي البكتيريا اللي بتقدر تعيش في درجات حراره عاليه جدا. هي بتختلف عن البكتيريا الطبيعيه في الاستراكشر بتاع السيل وول وفي حاجات كتير. تمام؟ ان شاء الله نشرحهم في المحاضره الجايه. تمام؟ ده كان بالنسبه للي عمله كارل هويز. يبقى بدايه من علم التصنيف من عند كارل لينيوس، من ساعه ما قسم كل الكائنات الحيه لتو كينجدم لغايه جه بعد كده ارنست هيكل ده في واحده، جه بعد كده ويتاكر ده في اثنين، جه بعد كده كارل هويز قسمهم ل3 دومينز، وايوكاريا، بكتيريا، والاركيا. ده كان بالنسبه عندنا للمحاضره الثالثه في كورس الميكروبيولوجي، وان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell.